شوف أخي المواطن الجزائري، هذا الستاتيو هذا في ولاية الجلفة، بلدية مسعد. مسعد تقريبا يعني بلدية كبيرة، تقدر تكون حتى ولاية كاع، مشهورة بإنتاج الرمان. هذا العبث هذا يا خوتي اللي راكم تشوفوا فيه راوند اباوت، واسمها رون بوان، يعني دوار، داروا فيه حبة رمان، يعني تلوث بصري بؤس. كي تشوفها تحس روحك صح راك في دول العالم الثالث، راك في دولة متخلفة يعني هذا ستاتي يوحي بتخلف هذه الدولة هذه. والله عندي اقتراحها يا اخي، انتم تضخموا الفواتير. على بالي بلي هذه الرمانه هذه خدمتوها بكاش 600 مليون ولا 700 مليون الا مايش مليار. هذا الراند اباوت هذه تكون تخدمت بمليار نورمال عادي. نعرفوا تضخيم الفواتير عند المقاولين وعند رئيس البلديه والنواب والمجلس الشعبي البلدي. سؤال بسيط يرحم بابك، هذا طريق وطني يمروا عليه يعني باش يطلعوا للعاصمه ولا يروحوا منش عارف انايا لجهه الشرق، لجهه القراره وغردايه وهذوك لي زونفيرو هذوك واد سوف منا، يقطعوا على مسعد. سؤال المطروح هنا، لو كان درت يعني شاشه تاع اشارات، شاشه تاع اشارات يعني تقدم فيها عروض للذين يمرون عن الولايه بانه ولايه مشهوره بانتاج الرمان، مرحبا بكم للمستثمرين، ارواحوا ديروا شركه للتحويلات الغذائيه، عصير الرمان عندنا كذا، تعريف بالولايه هكذا. وفي نفس الوقت تجلب اصحاب الاشهار يديروا كذلك الاشهار تاعهم، وترجع هذا الرومبو يولي عندها مداخيل للولايه. شاشه عملاقه هكذا تسقام لك بشحال 300 مليون ولا، بتريسيتي تاعها بستالاسيون تاعها شابه الله يبارك، سيرتو في الليل تدير بهاء ودير يعني كليراج شباب ومنا يسر الناظرين. وفيها في نفس الوقت اشارات وتعريف بالولايه، وحتى المناسبات الوطنيه وكذا منا يكون الاعلان دائما في هذيك الشاشه العملاقه اللي ديرها هنايا في هذا الراوند اباوت، بدل هذا الرمانه وهذا البؤس والغبار. شوف يا خوتي، علاه كي يكملوا المشاريع ما ينظفوش؟ ما فهمتش انايا علاه كي يكمل المشروع دائما يجي موسخ هكذا، الغبار الفوحه منا. لا اله الا الله محمد رسول